اهلا وسهلا بحضراتكم، ولسه مستمرين معاكم في هذه المتعة الخاصة وهذه اللحظات الخاصة والفريدة، بل والفريدة جدا، من المتحف المصري، حيث كأس العالم للفيفا مع كوكاكولا. وبنتكلم معاكم في برنامج كوكاكولا، وبيشرفنا وبينورنا واحد من نجوم مصر الكبار جدا جدا. لما بتتكلم على الدفاع ففي صخرة، اول لما تقول الصخره فانت عارف ان احنا على طول بنجيب في سيره الكابتن وائل جمعه. اول لما بتتكلم على 2006 2008 2010 وهذا الجيل المميز جدا جدا من منتخبنا الوطني، لابد وان تذكر مدافع منتخب مصر النادي الاهلي كابتن وائل جمعه، اللي مشرفنا ومنورنا النهارده في كوكاكولا. كابتن وائل، مساء الورد والجمال والحلويات. مساء الخير يا ابراهيم، اهلا بيك وسعيد اني موجود معاك، وسعيد بالتقديمه الحلوه دي، وبرضه بتزعق. عارف انا برضه بتزعق. عارف انا لو ما زعقتش ايوه ما بقاش انا. تحس فيها جواها حته كده مش مظبوطه. بس انا عاجبني الترند اللي طالع عليك بتاع بيقلبوك سوداني وبيقلبوك تونسي عايز اقول لكم يا جماعه اقسم بالله ما سايبني في حالي. كل ما يطلع شخصيه يقوم باعتها لي. بس حلو عاجبني جدا، عاجبني الصراحه. ايوه بس انا تعبت، انا لفيت الوطن العربي أيوة. كله ودخلوني على افريقيا، من السنغال لجنوب افريقيا انا لفيتها كلها. لا بس حلو عاجبني الذل السوداني. طيب خليني اسالك سؤال في الاول كده يا كابتن وائل، يبان سؤال بديهي بس بعد مده وبعد زمن ممكن تكتشف فيه حاجه. الكوره نفسها بتمثل لك ايه؟ كره القدم دي بتمثل لك ايه؟ والله يا ابراهيم، احنا تربينا وطلعنا وتأسسنا على حب الكوره كمتعه. بعد كده اتحولت بالنسبه لي كوظيفه. وانا بلعب لما دخلت الاحتراف والعقود بقت بارقام كبيره، خلاص بقت وظيفه. خلاص من اول ما اتكتب في البطاقه الشخصيه بتاعتك لاعب كوره محترف، خلاص ما لحقتش الحلويات ما يعني احنا ما لحقناش، بس الحمد لله قوي يا ابراهيم، الحمد لله. يعني كل واحد بياخد الوقت بتاعه بصراحه. احنا في وقتنا كان برضو كويس، مش وحش يعني انا اللي زيي كان مثلا دكتور، ولا كانت الفلوس برضو بالنسبه للعيب الكوره اللي بياخدها واحنا بنلعب كويسه بالنسبه للوظائف الاخرى يعني. فده كانت هوايه في الاول وتحولت لاحترافيه، واحترافيه حتى بعد ما بطلت كوره في شغلي يعني. صحيح. طب اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه، سؤال صعب ده قوي. كابتن وائل جمعه النهارده لو بيقيم نفسه في سوق اللعيبه، في سوق المدافعين، تطلب كام؟ انا ما اتعودش ان انا اقيم نفسي. ما اتعودش ان انا اقيم. عجبتني. ما اتعودش ان انا اقيم نفسي. اسيب الناس هي اللي تقيمك وتقيم مجهودك وادائك واللي انت بتقدمه. هغير السؤال. هلف من على الدائري. الو. أيوة. انا وكيل الكابتن وائل جمعه. ايوه. الو، بقول لك يا صخره، احنا عندنا عرض. ايوه. كم تاخد؟ بالمصري ولا بالدولار ولا بالاسترليني ولا احنا في 26 دلوقتي. ايوه. فهتطلب بالاخضر. ايوه. يلا بالاخضر منه. ايوه يا كابتن وائل، بكام الاخضر منه؟ انت الوكيل بتاعي. انا الوكيل بتاعي. هيطلع لك نسبه. يعني انت اللي تقول. لا انا هسمع واطبق. خلي بالك من الحاجات برضو اللي خلتنا ما ناخدش حاجات كتير. الحمد لله على كل حال ان احنا ما كانش لينا وكيل يا ابراهيم. والله انا لو كان ليا وكيل والجيل بتاعنا كله يعني ما كانش لينا وكيل ويعرف يطلب لك ويعرف يسوقك ويعرف يوديك ويجيبك، ما كانش لينا وكيل زي الناس اللي موجوده دلوقتي. فدي برضو فرقت معانا جدا في رفع. وكيلك الله وانا طبعا. وانا الايجنت بتاعك. وانا موافق. يلا قول لي رقم. والله انا ما احبش ان انا اتكلم في الموضوع ده يا ابراهيم، لان زي ما بقول لك. طب 50 مليون مصري؟ لا انا مش هقول لك رقم، يعني انا ما بحبش ان انا اقيم نفسي. والله بجد مش بحب ان انا يعني سيب التقدير للناس كمسؤول وكمحب ليك ومشجع ليك. سيب التقدير دايما للناس. انا لو الوكيل بتاعك اقل من 80 مليون ما اطلبش. في اللي احنا فيه ده كله. والله ربنا يوسع عليك ويرزقك ويعلي نسبتك كمان وكمان. لو عندك فرصه ان انت تشارك حد كوكاكولا وتتفرج معاه على ماتش جامد، مين الحد؟ فرد ولا زي ما انت ما تسرح بخيالك قول. فرد او مجموعه؟ والله الحمد لله الواحد حبايبه كتير جدا، بس اسرتي طبعا اول حد، لان انا
اسرتي هي حياتي كلها. ربنا يخليهم. فدول هم اول حد. بعد كده بقى اصحابي الناس اللي انا عشت معاهم عمري كله في الكوره، هم دول اللي انا عايش معاهم اللحظات دي يعني. مين هتطلب له كوكا عاديه ومين هتطلب له كوكا زيرو؟ كوكا عاديه بركات، عشان بركات ما بتخنش. الكوكا عجبتني. ايوه عجبتني. الكوكا زيرو الناس اللي ممكن مثلا سيد معوض. تعرف سيد معوض؟ انت مش سهل، اقسم بالله ما سهل. بالظبط. هي راحت خلاص، هي راحت والناس وصلت. والناس فهمتها بس خلاص. طيب بس هو هتقول له. اسالك نلعب لعبه حلوه اتفضل وسريعه جدا. ماشي. عن اول حاجه، دايما اول حاجه في حياه الواحد عمره ما ينساها. تمام. وبرضه بتبقى لعبه حلوه للذاكره، تشوف الذاكره اخبارها ايه. امتى اول مره حسيت ان انت حبيت كره القدم؟ خلاص انا حبيت الكوره. كل ما كنت بلعب في الشارع. اول مره لعبت كوره في الشارع حبيت الكوره جدا جدا. مركزك كان ايه وانت بتلعب مع اصحابك في الشارع؟ كنت بلعب في وسط الملعب، في نص الملعب. عارف انت، الله يمسيه بالخير كابتن مصطفى عبده. ايوه انا كنت قايم بدور كابتن مصطفى عبده. مجري. مجري بالظبط. والله العظيم اخد الكوره واجري وخلاص. مين اللي رجعك ورا؟ لما بدات بقى رحت اتنقلت في بدايه حياتي مع المحله وكده، رجعوني لعبت ورا في الدفاع. تفتكر مين اول شخص اتفرجت معاه على ماتش كوره؟ لا. طب تفتكر اول ماتش كوره اتفرجت عليه؟ اول ماتش كوره اخويا كان لاعب كره قدم زمان، اخويا الكبير كان بيلعب في نادي زمالك قلين، وخدني معاه. زمالك قلين ده جنبنا في جنب القريه بتاعتنا، وبيلعب مباراه مع نادي الزمالك في ملعب نادي الزمالك. رحت معاه المباراه دي اتفرجت عليه. والله؟ كان بيلعب بقى كابتن طارق يحيى، وكان بيلعب الاسماء اللي في الجيل ده. وقتها بقى حسيت كنت صغير. وقتها حسيت ان انت بتحب الزمالك؟ لا خالص. اتغلبوا ساعتها 11-0 باين ولا 11-1 زمالك قليل اكيد. فروحت زعلان عشان اخويا لانه كان هو الحارس المرمى يا عيني. والله تتخربن. اتصفى. فبس انما انا من البدايه اهلي طبعا. الكوره بتدينا لحظات مختلفه، منها اللحظات الحلوه اللي تبقى فوق في السما، واللحظات اللي هي بتنكد عليك وتخذلك. امتى اللحظه اللي الكوره فيها خذلتك؟ ماتش غانا 2013 بتاع التاهل لكاس العالم، اما اتغلبنا 6-1. دي لو يعني لحظه بتمنى ان هي تروح من حياتي كلها، اتمنى اللحظه دي تروح. طب اسالك سؤال تاني. ايوه. له علاقه بالسؤال الاولاني. اتفضل. ايه اكتر لحظه اتبسطت فيها والكوره ادتك لحظات سعاده؟ لما فزنا ب3 بطولات افريقيه ورا بعض. لان انا بعتبر ان اللحظه دي يا ابراهيم كان يعني معجزه في عالم الكوره. اللي حصل ده معجزه، يعني معجزه انا اشوف ان هي مش هتتكرر. والله العظيم مش هتتكرر تاني ان منتخب يفوز ببطوله قاريه 3 مرات على التوالي ورا بعض. طب لو قلت لك هات ال3 افريقيا واديك واحد كاس عالم؟ لا ايه؟ مش هروح كاس عالم. نتكلم بجد؟ والله هديك. انا بقول لك انا عامل معجزه. المعجزات ما بتتكررش او ما بتحصلش. كاس العالم انا في لعيبه راحت كاس العالم وكتبت تاريخ سيء جدا جدا. انا في لحظه في البدايه كنت بقول كاس العالم انما لما تشوف بطولات افريقيا وصعوبتها يعني جه بعدينا اجيال على مستوى عالي جدا وما قدرتش تاخد 2 ورا بعض. صح. فاحنا محققين معجزه. فالصراحه وحياتك ولا واحده حتى؟ لا واحده عاديه، انما 3 ده رقم محدش لسه جابها يعني. معجز يا ابراهيم. 3 معجزه. صحيح. لو ما لعبتش كوره تختار انهي رياضه وليه؟ حبيت التنس جدا بعد ما بطلت كوره. التنس ولا البادل؟ تنس الارض. اوكي. اشمعنى؟ وبقيت بلعبه على طول. دي اللعبه اللي دادي ومامي كانوا بيعلموني زمان. انا اصلا لا، ما دي حاجه انا مش متعود عليها. فلما دخلتها بامانه يعني كان اي حاجه اعملها وانا بلعب، اي رياضه تانية كان ممكن اعملها وانا بلعب. انما بعد ما بطلت خالص الحاجه الوحيده اللي ما جاش بالي ان انا العبها هي التنس. لعبتها واستمتعت بيها جدا والله العظيم. لو قدامك دلوقتي كاس العالم، احنا كاس العالم موجود معانا، بس هو لو قدامك دلوقتي هتقول له ايه؟ راحت ايامك بالنسبه لي. اقول له ايه؟
اتصور واجيبه ابوسه وخلاص. عارف انت اللي ابوسه واتصور جنبه وخلاص. كان نفسك في يوم من الايام تشيل كاس العالم ولا كان ده ولا دي صعبه؟ انا اشوف ان احنا يعني الجيل بتاعنا كان محظوظ جدا، بقول لك مش محظوظ، هو مجتهد طبعا وتكافئ على اجتهاده ده في كاس افريقيا، بس احنا ما كانش في عمار بيننا وبين كاس العالم. يعني انا من 2002 يا ابراهيم، 2006 2010 2014 الاربع كؤوس عالم دول مروا عليا لحظات صعبه جدا جدا، وعلى الجيل اللي معانا والناس اللي لعبت معانا كانت حاجه كنا بنحسها مستحيله. يعني في لحظات تبقى قريبه جدا منك وما تلاقيهاش. صحيح. يعني اقربها كانت الجزائر. صحيح. يعني لعيبه الجزائر صحابنا وزمايلنا واللي شغالين معانا دلوقتي، رفيق صيفي ورفيق حليش ومجيد بوكره، الجيل اللي وصل على حسابنا في 2010 يعني كانوا بيستغربوا احنا ازاي ما وصلناش كاس عالم. صحيح. احنا عندنا تقليد في اخر البرنامج دايما بنعمله، نتصور صوره سوا مع بعض، والصوره دي هتقول لي هتهديها لمين. ماشي. اتفقنا؟ ماشي. او تتصور صوره لوحدك وفي ظهرك الاهرامات وانت في هذه الاجواء، وتقول لي الصوره دي هتهديها لمين. خلاص ماشي. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا. ادي الصوره، يلا امضي لنا عليها. اتفضل وقول لي هتديها لمين. هنا اهو. هنا. سيدي بس كده. هتديها لنا يعني الصوره دي. طبعا يعني انا سعيد جدا بوجودي في المتحف المصري يا ابراهيم. حاجه فخر والله جدا 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 لينا، وقرار منكم ومن كوكاكولا طبعا موفق جدا. انا دخلت المتحف زرته من ما كنت موجود في الاجازه من حوالي 10 ايام كده. حاجه فخر لينا جميعا بصراحه، ومكان روعه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نحافظ عليه ونخليه اجمل واجمل كمان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا شكرا ونورتنا ابراهيم. شرفتنا شكرا ابراهيم. ونورتنا. شكرا ابراهيم. شكرا.